تفتكر سروب اللي هيخلي الاهلي في التوب هيلعب بمروان عطيه ولا احمد رضا ولا اليو ديانج؟ يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، الراجل ده عنده 3 بروفايلات مختلفه في المركز رقم 6. حلو الكلام، ولكن كل واحد فيهم هيبقى ليه دور معين. يعني مثلا الراجل هو بيلعب 3-4-3 هتلاقيه فجاه بيلعب باحمد رضا هو الليبرو، وجنبيه ياسين مرعي، وجنبيه محمد هاني، علشان يقلل زمن الهجمه. احمد رضا في ثانيه لثانيه ياخد الكره وينقل لك الكره لقدام، يديها لمروان، مروان يسلمها لامام، ونبتدي فتره صناعه الفرص. لكن هتيجي تلاقيه في ماتش بيلعب بضغط عالي جدا وضغط شرس، فمحتاج لعيب يلم ورا اللعيبه دي كلها، فهتلاقيه بيلعب بمدافع. تمام، هنفترض ان ياسر ابراهيم قدامه اليو ديانج اللي بيلم الكلام ده كله خالص، واللي هيدي اريحيه كبيره قوي قوي لامام وبالرمضان ان هم ياخدوا البوكتين دول. تمام، ونعمل عمليه الضغط عن طريق ال5 ممرات اللي قدام. حلو الكلام، يبقى هتلاقيه بيلعب في الخطه دي باليو ديانج. جميل الكلام جميل الكلام. طب امتى بقى مروان عطيه يبقى ليه دور معاه؟ هقول لك انا امتى مروان عطيه يبقى ليه دور معاه. ممكن على فكره جدا تلاقيه يلعب بكوكا. كوكا باك شمال، ده احنا اصلا منتقدين القصه دي، بس انا هقول لك هيلعب بيه باك شمال ازاي. هيعمل الفكره اللي كان بيعملها جوارديولا مع زيتشينكو وارتيتا مع زيتشينكو برضو. كانوا بيعملوا ايه؟ المفروض ان زيتشينكو كان بيلعب هنا وهو كباك شمال، مش باك شمال قوي، هوب ينزله جنب مين؟ جنب مروان عطيه في نص الملعب، اكنه باك شمال بس واحنا واحنا بندافع، لكن واحنا بنبني الهجمه هينزل هنا كوكا. حلو الكلام، مروان عطيه يبقى مسؤول عن عمليه الدستروير وان هو يبقى مفسد للهجمات، وكوكا يبقى هو منظم من ورا، بينقل الكره من التلت ده للتلت اللي قدام، علشان امام هيبقى واخد البوكت ده، وبالرمضان هو اللي هيخش مهاجم تاني، او امام هو اللي هيبقى صانع لعب صريح. تمام، وبالرمضان هو هيبقى المهاجم التاني. فانا بقول لك من دلوقتي ال3 لعيبه هيكون لهم دور معاه، واللي هيأدي الادوار بتاعه المدرب ده يبقى عنده ديناميكيه الحركه بتاعه المدرب ده هيلعب. يعني انت ممكن تلاقي فجاه ان المدرب ده مش مقتنع بديانج، في التقرير بتاعه يقول لك ديانج خارج اسوار النادي الاهلي وما تجددلوش، وانا عايز لعيب تاني بروفايل تاني خالص. قول لي انت بقى في الكومنتات، تفتكر سروب اللي هيخلي الاهلي في التوب هيلعب باحمد رضا ولا بمروان عطيه ولا باليو ديانج؟ ده اللي انا مستني منك في الكومنتات. وباي يا حبيب قلبي.